في قرية هادئة بين الجبال المكسوة بالثلوج، كان يعيش جر صغير لونه أسود من نوع لابرادور اسمه كودا. كان كودا يمشي على قدمين مثل البشر، ويرتدي ملابس شتوية صغيرة تحميه من البرد، وكان الجميع في القرية يحبه. لكن أكثر شخص كان يحبه هو الطفل سامي. كل يوم يلعب كودا وسامي معا في الحقول، يركضون وسط الثلج، يضحكون ويتقاسمون قطع البسكويت أو يسرقها كودا بلطف. لكن في يوم من الأيام ركض سامي خلف فراشة وسط الغابة، ولم ينتبه أنه ابتعد كثيرا. كودا تبعه وهو يرتدي معطفا صغيرا للمغامرات، وفجأة سكتت الطيور، وظهر من بين الأشجار ذئب ضخم عيونه تلمع وخطواته بطيئة وخطيرة. سامي وقف مكانه خائفا، لكن كودا لم يتردد. قفز أمام سامي، فتح ذراعيه الصغيرتين ووقف بكل شجاعة. أطلق نباحا عاليا وتحرك بحذر، وكأنه يقول: لن تقترب من صديقي أبدا. الذئب تراجع ثم استدار واختفى بين الأشجار. سامي ركض نحو كودا وعانقه بقوة. كان قلبه الصغير يضرب من الخوف، لكن كودا لعق وجهه بلطف، وكأن لسانه يقول: أنا معك دائما. عادا معا إلى القرية والثلج يتساقط بهدوء. وفي المساء اجتمع الناس حول كودا وصفقوا له وقدموا له عظمة كبيرة كمكافأة. وفي نهاية اليوم جلس كودا بجوار سرير سامي وهو يرتدي بيجامته الدافئة وغط في نوم هادئ. أوه، لأن الصديق الحقيقي لا يهرب من الخطر، بل يقف بينك وبينه بقلب شجاع وذيل يهتز بالحب.